السلام عليكم، مرحبا بكم وصفة جديدة من وصفات شيوات منوعة مع بشرى. كيف ما تنعرفوا دابا الصيف مع الجو حار دائما كنبغوا شي حاجة باردة. هاد المرة غادي نشارك معكم جوج وصفات. الكلاص اللي كيجي لذيذ بزاف، الطريقة اللي غادي نشارك معكم ديال الكلاص طريقة مغايرة وانا متأكدة غادي تنال الاعجاب ديالكم بنكهة ديال التوت، خصوصا اللي عند الوليدات بطبيعه الحال كتبغي تشري كلاص، ولكن بالاحسن تصاوبيه في دارك كيعطيك واحد الكميه كثيره بزاف. وكذلك كيف ما شفتوا معايا المساند الرسمي داك المغرف كنخدم بها حتى هي في الكلاص كتجيني ساهله. وكذلك غادي نشارك معكم البنات حتى واحد الكيك اللي كيتكل بارد وكتجي فيه واحد الكريمه بارده حتى هي. طريقه لي سهله وبسيطه، انا متاكده الا جربتهم بجوج غادي ينالوا الاعجاب ديالكم بطريقه اسهل منها ما كاين. خليكم مع الفيديو، طريقه تحضير فرجه ممتعه وما تنسونيش بواحد اللايك. هنا بالنسبه للكلاص عندي واحد توت مجمده في المجمد، غادي نضيف غير واحد الكميه قليله. هنا عندي هاد نصف لتر ديال الحليب دايره حتى هو في المجمد، يعني التوت مجمد وكذلك الحليب حتى هو مجمد غادي نطحنو. هنا بالنسبه للحليب ضفت نصف لتر ديال الحليب وزدت عليه واحد الكاس ديال العنبه ديال الحليب، هذا هو العبار ديال الحليب. هنا غادي نضيف 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، كيف ما كنعرفوا الكلاص كنبغيو يكون حلو. غادي ندير هذا الكلاص هذا ديال التوت، غادي نطحنو مزيان بواحد السرعه قويه بالضرب الكهربائي، وغادي نزيد عليه هاد كريم شونتي حتى هو باردين. يعني هاد الكلاص وهاد كريم شونتي جابدهم من المجمد. صافي هذا هو القوام ديال الكلاص كيفاش كيكون. غادي نستعملهم انا في هاد الكويسات، ضيفوا نتوما فاش ما بغيتو، ولا ديروا غير في شي مول بحال ديال الكيك حتى هو. بالنسبه لهاد الكويسات عندي دوك البيضات ديال البلاستيك، بالاحسن ديروا ديال العود ملي تبغوا تجبدوهم كيتجبد الكلاص بكلشي ليهم. اما البلاستيك راه كتنصل ما كتجبدش هذيك الساعه، خاصك تخلي الكلاص حتى ترخى واحد شويه عاد يمكن لك تجبديه. صافي الكلاص ما تبقى من الخليط غادي نضيفو واحد صوبيره، راه كيعطي البنات، راه كيف ما شفتوا الاناء راه كبير، راه كيعطي واحد الكميه كثيره بزاف. الا بغيتو ديروا داك الاطار ديال الكيك راه غديروا جوج ديال الكيك. يعني هاد الكميه راه غير بنص اطر ديال الحليب، تقريبا 600 مليلتر ديال الحليب بحال هكا. غديروا نصف لتر ديال الحليب وغتزيدوا عليه كاس. كيف ما قلت لكم في الاول المساند الرسمي هي المغرفه، يعني كنخدموا بها في المطبخ في بزاف د الحوايج. صافي غادي نستعمل بهذه الطريقه هذه، وغادي نديرهم في كويسات ولا في اي حاجه بهذه الطريقه. صافي في الاخير كنقدموهم. قبل ما نبدا معكم الكيك تنقول لكم مره اخرى نتمنى تشجعوا القناه ديالي، ولا كنتي اختي ما مشتركه اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بجميع الوصفات ان شاء الله، فضلا وليس امرا. ولا شجعوا، نتمنى تشجعوا القناه ديالي وتزيدوا تفرحوني اكثر واكثر. انتم لاحظوا معايا حتى في التقديم كيجوا زوينين. صافي هنايا غندوز معكم الكيكه اللي ساهله بسيطه غير ببيضه وحده. غادي نضيف بيضه وحده، غادي نضيف معها قبيصه ديال الملحه، وكذلك كاس الا ربع ديال السكر سنيده. طبيعه الحال نعبروا بكاس ديال العنبه، غنخلط مزيان وغنضيف كاس الا ربع ديال الزيت دائما ما تحرك المستمر، وكاس الا ربع ديال الحليب طبيعه الحال يكون خارج من الثلاجه من قبل. وهنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، ولا عندكم الساشيات غتستعملوا 2 اكياس ديال الكاكاو المر. صافي من بعد ما غربلت هنا غنضيف كاس وغنزيد عليه 4 كاس ديال الدقيق. كتبقى على حسب البيضه، درتوها صغيره راه غتجيكم كاس وربع، درتو بيضه كبيره تقدر تجيكم كثر. هنا عندي كيس ديال خميره الحلويات وزدت نصف كيس عاوتاني، يعني 12 غرام مجموع ديال خميره الحلويات. صافي هذا هو القوام ديال الكيك كيكون بحال هذيك الطريقه. وهاد درت انا المول ديال الزاج، استعملوا نتوما اي اطار عندكم. دهنته بالزبده ورشيته بالكاكاو وغادي ندخل الفرن يتحمر بهذه الطريقه هذه. مازال كيك سخونه غادي نسقيها بواحد شويه ديال الحليب مخلطاه آه مع قهوه سريعه الذوبان، تقريبا نص كاس ديال الحليب ما واصلاش. صافي نخليه على جنب. مباشره غادي نشارك معكم الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نستعمل هنايا لتر ديال الحليب، ولينا الكريمه جات مع هذا الكيك الا جربتوها البنات ما غتستغنوش على الكيك، خصوصا في الصيف لانه كيتكل بارد.
هاد الكيكه. هنايا غادي نضيف 3 معالق كبار ديال السكر سنيده مع لتر ديال الحليب، وغنضيف 4 معالق كبار عامرين مزيان بهاد الطريقه ديال كريم باتيسير، وغادي نستعمل فلون ديال الكراميل، هذاك الفلون اللي كيكون بالسكر. هادشي علاش انا درت 3 معالق كبار ديال السكر سنيده. صافي غادي نخلط مزيان حتى ميبقاوش فيه داك الحبيبات، وغنحطها فوق النار متوسطه مع التحراك المستمر حتى كتعقد هاد الكريمه. كتجي خفيفه بهاد الطريقه هذه غتشوفوا معايا. صافي هنا مباشره غادي نضيف 2 ياغورت ديال الكراميل، دوك كيكونوا صغار، وغادي نخلط مزيان في الكاسرون، ومباشره غادي نفرغهم فوق الكيك. كيف ما لاحظتوا معايا الكيكه راه ما تقابسه ما والو، بقات بحال هكاك، سقيتها غير بالحليب مع قهوه سريعه الذوبان. وغادي نحاول انني نمسح الجوانب باش من نستعمل كريمه يجوا هذاك طبقات من الجوانب بين الكريمه مقاده. صافي هنايا غادي نفرغ الكريمه كامله وغادي ندخلها للثلاجه، نخليها تدفى واحد شويه، ندخلها للثلاجه تقريبا واحد 3 سوايع حتى تبرد مزيان على خاطرها وكتعقد هذيك الكريمه. صافي هنايا بالنسبه للتزيين راني درت غير ياغورت عادي كداك ديال الكراميل، وغادي ندهنها من الفوق. بالنسبه بغيتو تخلوها بحال هكا خلوها، بغيتو ديروا شي تزيين اخر كيبقى الذوق ديالكم نتوما. صافي هنايا غادي نستعمل صوص كراميل كتزيين. بالنسبه للفلون اللي استعمل ديال الكراميل، راه كيتباع داك البيستاشيه ديالو فيه صوص كراميل واحد خنيشه حداها، يمكن لكم هو تستعملوا. وبالنسبه لك ساشيه ديال الكراميل زوقوا بها الكيك بحال هكا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للتزيين راه كيبقى حتى هو على حسب الذوق ديالكم. صافي في الاخير كتكون هذا هو الشكل ديالها. هانتوما الطبقات كيفاش كتجي في الاطار. غادي نقطعها معكم وغادي تشوفوا معايا كيفاش كتجي. راه كتجي بارده وهي بالاحسن. هاد الكيك تكل بارده، كتجي طبقه فيها مزيانه وحتى المذاق تا هو زوين. نقول لكم الزوينات ديالي، شجعوا لي القناه ديالي بواحد اللايك وبارطاجوها مع الاهل والاصدقاء، ولا ما كنتوش مشتركين اشتركوا في الجرس باش توصلوا بجميع الوصفات اللي غننزل ان شاء الله. وتنشكركم مره اخرى على المشاهده، والى اللقاء، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.